مستحيل بقى تشبعي منه. جربي الطريقة دي وانتي هتعمليه كل يوم. بجد الرز المعمر على ابوه زي ما بيقولوا. سموا بالله وصلوا على الرسول، ويلا نشوف الطريقة والمكونات هتكون ازاي. في الاول كده كان معايا 3 كوبايات من الرز، غسلتهم وصفيتهم، وبعد كده نزلت عليهم ب3 معالق كبار من السمنة البلدي او اي سمنة عندك، بس هو بيبقى حلو بالسمنة البلدي. وبعد كده قلبت بقى الرز كويس جدا مع السمنة. مهم جدا الخطوة دي، ان لازم الرز بتاعك يتغلف بالسمنة تماما، شايفة زي ما انتي شايفة كده بالظبط. على بال بقى ما اقلب الرز كده، هحط لك تطبيق حلو قوي تحت في الكومنتات بجيب منه كل الافكار اللي بقدمها لكم دي بدون انترنت، عليه بقى وصفات واكلات وحلويات وكمان مشروبات. هسيبه لكم في التعليقات تحت. بعد كده كان معايا كيلو من اللبن، ونزلت عليه بمعلقه صغيره من الفانيليا، بس انا ما اعرفش ما جاتش الحته دي. وكمان نزلت عليه بكوبايه الا ربع من السكر، وهنا الرز السكر حسب الرغبه. معلش بقى الرز دخل معانا في السكر. قلبته بقى كويس قوي كده، وطبعا اللبن معايا بيغلي. الخطوة دي مهمة، ما تحطيش اللبن بارد، الرز بتاعك هيبوش ومش هيستوي. لازم تحطي اللبن يكون بيغلي. بعد كده بقى، طب انا مش عايزة اعمل 3 كوبايات رز، المهم ان انتي تغطي الرز بتاعك باللبن. تقدري كمان تزودي كوباية مية، يعني ما تبقاش الكمية كلها لبن وما تبقاش تحسيها دسمة قوي، فممكن تحطي كوباية مية والباقي لبن. بعد بقى ما بنغطي الرز زي ما انتي شايفة كده بعقلة صباع، بننزل كمان بمعلقة كبيرة من السمنة زي ما انتي شايفه كده، بوزعها على الطاجن. وزي ما قلت لكم اهم خطوه ان انتوا تحطوا اللبن مغلي. بعد كده كان عندي حته قشطه بقى دي من وش اللبن، بشيلها في الفريزر وباخدها بقى كده استخدمها لما اكون محتاجه قشطه. بعدين بقى مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هحطه بس على الصاجه من تحت كده لمده 10 دقايق يشد كده، وبعد كده برفعه في الرف الاوسط، وبعد كده بسيبه ياخد لون بقى زي ما انتوا شايفين كده. بيقعد كل المجمل بتاعه مفيش ربع ساعه وبيكون مستوي معاكي، لان اللبن بيسرع عمليه التسويه، وكمان بيخلي الرز بتاعك ما يعجنش منك ويبقى مجلمس كده وناشف. فجربي الطريقه دي بجد هتعجبك جدا. شايفين شكله حلو ازاي؟ متنسوش بقى تصلوا على النبي، تعملوا شير ولايك، وكمان تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني. وهسيب لكم التطبيق في الكومنتات تحت، حملوها تجيبوا من عليه وصفات وحلويات ومأكولات ومشروبات كل حاجة وبدون انترنت، تخليه عندك هينفعك. بس كده، باي باي.